إنك تتعلم إزاي تتخلص من طاقة الغضب اللي جواك من غير ما تطلعها على حد ملوش ذنب، لأن ساعتها وللأسف أنت بتعمل اللي اتعمل فيك. قدرتك على الاعتراف بغلطك في العلاقة، ومش إنك تحمل الطرف التاني كل حاجة وخلاص، سواء بقى بالبعد أو بالتحكم أو بأي حاجة. وسواء بقى إن الاختيار الأول كان غلط، إنك تقدر تفصل ما بين مشاعرك وما بين شغلك، تفضل تكمل في حياتك من غير ما تخسر أي حاجة. تعافي رحلة أولها أصعب من آخرها، ملهاش كتالوج ولا صفة سحرية ولا ليها ضمانات كتابية. بتكتشف نفسك من جديد، بتعيد ترتيب الأهل والصحاب والعلاقات على مقاس جديد من 1 ل10. مين يستاهل 1 ومين يستاهل 10؟ فيها ناس بتطلع وناس بتنزل، وهترجع كل حاجة من أول وجديد، وهتبقى كويسة. بس انت اجري واسعى، واكيد جرينا ده افضل وارحم 100 مرة من انك تقف ومش عارف تعمل ايه، وافضل برضك من انك تسلم مشاعرك ديت تسليم اهالي لحد ما يصونهاش. هتسلمها لواحد يستعبدك. وعلى رأي الزعيم احمد عرابي: لقد خلقنا الله احرار، ولا نستعبد يا ولاد الكلب بعد اليوم.